معايا ابرة مقاس 3 ملي ومعايا خيط صوف. ممكن نستخدم اي خيط زي ما احنا عارفين يعني. نستخدم بواقي خيط عندنا حتى متاخدش خيط كتير خالص. هنعمل عقدة بداية وهنشتغل 16 سلسلة بالشكل ده. وبعدين هنرتفع سلسلتين، دول ارتفاع مش هنشتغل فيهم. هنشتغل في تالت سلسلة هننزل كده ونشتغل عمود بلفة بالشكل ده، وهنكمل عمود بلفة في باقي السلاسل اللي قدامنا. تحت حرف الفي هننزل بنفس الطريقة كده ونشتغل عمود بلفة لنهاية السطر. هنا وصلت لنهاية السطر ولسه باقي اخر 2 سلسلة. هشتغل في واحدة عمود بلفة عادي، وفي الاخيرة هشتغل فيها حوالي 3 عواميد بلفة. وهنشتغل اخر عمود بلفة علشان الغرزة دي هنشتغل فيها تزايد في السطر الجاي، عايزينها تبقى شوية كبيرة. هنكمل بقى في الجهة التانية من السلسلة بتاعتنا عبارة عن حرفين في. الحرف الاولاني اللي اشتغلنا فيه الصف اللي فات ده، هنكمل بقى الداير ما يدور لحد ما نقفل السطر. تحت كل حرف في باقي من السلسلة يعني قبل كل عمود فردي هنشتغل عمود فردي واحد بس، نفس الشكل كده. وهكمل لحد اخر غرزة كنت بادئة بيها بنفس الطريقة كده. يعني هشتغل حوالي في السطر ده برضو حوالي 14 عمود بلفة في الجهة دي، مش السطر لانه كده كده احنا لسه في السطر الاولاني. هشتغل في الجهة دي حوالي 14 عمود بلفة. احنا وصلنا لاخر اول غرزة كنا بادئين بيها، وهشتغل جنبها جنب العمود بلفة الواحد ده هشتغل 2 عمود بلفة عشان منطقة التزايد تكمل. هنقفل بمنزلقة تحت اول غرزة عمود اشتغلنا فيها كده. هنقفل بغرزة، هننزل تحت اول غرزة عمود اشتغلناها وهنقفل بمنزلقة، وهنرتفع سلسلتين عشان نبدأ السطر الجديد. وهنشتغل فوق اول عمود هنشتغل 2 عمود بلفة. هنعتبر السلسلتين اللي ارتفعناهم دول مش عمود بلفة، ده ارتفاع بس. وهنكمل فرداني بقى تحت كل عمود بلفة هنشتغل غرزة عمود بلفة، فوق كل قصدي عمود بلفة هنشتغل عمود بلفة دي لحد ما نوصل للمنطقة اللي اشتغلنا فيها 3 عواميد. الغرزة اللي اشتغلنا فيها 3 عواميد في نفس المكان. فهنا وصلنا اهو لنهاية الغرزة. اشتغلنا حوالي 14 برضو عمود بلفة. هنشتغل بقى فوق كل واحدة من منطقة التزايد اللي هما ال3 دول هنشتغل فوق كل واحدة 2، فال3 عمود بلفة هيصبحوا في السطر ده 6 عمود بلفة. اشتغلنا اول 2 عمود وبعدين ال2 تانيين يبقى 4، وفي اخر غرزة عمود كده خلصنا. هما وصلوا 6 عمود بلفة. هنكمل بقى فوق كل عمود بلفة نشتغل عمود بلفة واحد بس، 14 عمود بلفة لحد ما نوصل لقبل نهاية السطر. محبش الحوار ده. هنا وصلنا لنهاية السطر، فاضل 2 عمود بلفة. بعد ما اشتغلنا 14 عمود فاضل 2 هنشتغل فوق كل عمود فيهم 2 غرزة عمود بلفة. يبقى كده اشتغلنا 2 3 4 كده خلصنا السطر خلاص. كنا بادئين كده كده باول 2 عمود، فكده برضو المنطقة دي غرزة واحدة فيها 6 عواميد بلفة زي المنطقة اللي تزايدنا فيها.
هنقفل فوق تحت اول عمود بلفه هنسحب الخيط ونقفل بغرزه منزلقه بالشكل ده. وكده خلصنا تزايد. بقى هنكمل السطور الجايه كلها هتبقى عباره عن عواميد بلفه فرداني، مفيش بقى تزايد ولا اي حاجه. فوق كل عمود بلفه هنشتغل عمود بلفه داير ما يدور، او ممكن نقفل عند اول غرزه لحد ما اوصل عدد من السطور لطول الكيس اللي انا عايزاه. عايزين تكبروا عايزين تصغروا براحتكم. حابين ان انتوا تكبروا شويه البدايه برضو ممكن تشتغلوا سطر تاني في تزايد او كده. انا هشتغل حوالي 8 سطور، يعني عايزه اعمله حاجه ميني صغيره كده وارجع لكم. هنا وصلنا وخلصت ال8 سطور بتوعنا، وهبدأ ان انا ارتفع سلسلتين وهشتغل السطر الجاي. بقى هيبقى عبارة عن هعمل فيه فراغات بين كل عمود والتاني، هعمل عمود وارتفع سلسلة وهفوت عمود تحت قدامه، هشتغل في العمود الثالث اللي بعده عمود فرداني، يعني نفس الشكل كده. مش حابة ان انا الخبطكم بالشرح، عشان اعمل فراغات عشان احط فيها الرباط بتاعنا اللي هنربط بيه الكيس هنفتح ونقفل منه. فالسطر ده هيبقى فيه فراغات كده. هشتغل عمود بلفة سلسلة وافوت تحتها، يعني قصد السلسلة دي عمود بلفة تحت، واشتغل في اللي بعدها عمود بلفة على طول نفس الطريقة كده. هنا وصلت اهو لنهاية السطر، ويبقى اخر حاجة عندنا هقفل بمنزلقة برضو فوق اول عمود. بتجاهل دايما الاتنين ارتفاع عشان القفله بتاعتنا تبقى مظبوطه بالشكل ده كده، ويبقى متزن ما تلخبطش بين كل بدايه. كده خلصت السطر التاسع يعتبر معايا في المشروع ده. وهرتفع بقى سلسله هشتغل اخر سطر، واخر سطر هشتغل زي السطور اللي فاتت فوق كل عمود بلفه عمود بلفه بقى، مش هعمل فراغات عشان ده هيبقى النهايه بتاعتي. يعني هشتغل فوق كل عمود، وحتى تحت الفراغ اللي اتكون معايا من السطر اللي فات هشتغل برضو فوقيه عمود بلفه. يعني هشتغل كل السطر عمود بلفه من غير اي زيادات ولا اي حاجه، وفي حتى الفراغ هشتغل فوقيه برضو عمود بلفه. هكمل بنفس الطريقه كده لنهايه السطر عشان يعمل شكل معايا، يعني في الاخر هتشوفوا الشكل يبقى عامل ازاي. هقفل بنهايه السطر، هقفل برضو فوق اخر عمود، وكده خلصت المشروع بتاعنا. هعمل بقى غرزة منزلقة وهقفل سلسلة تثبيت، وهقص الخيط بتاعنا. وهحاول بقى ان انا اداري الخيط ده تحت الغرز بالشكل ده كده علشان يبقى شكلها نضيف. وده كده الشكل النهائي ليه. هنبدأ بقى نعمل عدد من السلاسل بحوالي طول الجزء اللي قدامنا اللي طلع معانا طول القطعة دي. عملت عدد من السلاسل وعملت زيه كمان مرة نفس الشكل. وهعمل نفس السلسلة دي، هقص الخيط واخلص السلسلة دي وهعمل سلسلة تانية بالظبط زيها. بحاول ان انا تكون نفس العرض كده، يعني داير ما يدور كده عرض الكيس من فوق. هقص الخيط بقى واعمل سلسلة تانية بنفس الشكل ده بالظبط. طبعا هساوي طرفين الخيط كده. دي هنعمل نفس الشكل ده بالظبط نفس السلسلة دي. وهبدأ بقى ان انا بالابرة كده هنزل تحت السطر اللي هو قبل الاخير اللي احنا عملنا فيه فراغات ده، علشان هبدأ اسحب اول رباط معانا اسحبه كده. ده يعتبر مثلا جاي والتاني هيبقى رايح، فهيبقوا عكس عكاس عشان اعمله. فانا بدأت اعملها تاني بالشكل ده، انزل تحت كل غرزة والتانية كده، فوت غرزتين غرزتين كده واسحب الرباط بتاعنا. وهكمل بداير ما يدور لحد الجزء التاني الجهة التانية دي برضو كده. هسحب الخيط هنا. خلصنا طرف الخيط بقى في الجنب ده، يعني يعتبر ده مثلا الشمال، هيبقى الطرف التاني هيبقى في جهة اليمين. فهنعمل عكس الاتجاه بالظبط. يعني الموضوع سهل خالص يعني ومش معقد.
زي ما واضح قدامكم كده. بس كده خلصنا المشروع بتاعنا النهاردة، خلصنا التدكيك الرباط، وهنبدأ بقى ان احنا نربط الطرفين علشان يبقوا ثابتين، يعني ما يقعوش مننا واحنا بنقفل او بنفتح. دي بس كده خلصنا المشروع بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم، ويا رب يكون الشرح واضح. مشروع بسيط سهل تخلصوه وانتوا قاعدين بواقي الخيط. ده كان فيديو بتاع النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناه اشتركوا. قولوا لي في الكومنتات حابين ننفذ مع بعض ايه الفتره الجايه. بس كده ومع السلامه.